لصدور الفراخ او حتى الرجول. جميلة جدا جدا وان شاء الله هتعجبكم. عمايلها سهلة قوي وسريعة. ممكن تقدميها مع طبق رز ابيض. تبقى جميلة جدا. اسمها تشيكن منشوريه. هي اكلة صيني بالصوصات الصيني، بس فعلا جميلة قوي. انا بجيب طبعا دي صدر فرخة قسمته نصين اهو. وزي ما قلت لكم قبل كده ان انا بحب اشيل الجزء اللي هو الستريبس ده عشان بحوشه، وبعد كده اعمل اكلة بيه اللي هي زي الكنتاكي. بشيله وبعدين طبعا مغسولة كويس جدا. وانا ليا برضو طريقة كده في غسيل الفراخ، هبقى ان شاء الله اعملها لكم فيديو كده لوحده. اجيب فراخ كاملة واجيب صدور واوريكم انا بعمل فيها ايه. المهم هنا انا نشفتها بعد ما صفت كل ميتها نشفتها بورق المطبخ. بشيل بقى اي زوائد، الجلد اللي بيبقى رفيع ده، اي دهون كده على الاطراف بشيلها خالص. بعد كده ببتدي بقى الصدر اقطعه بالطول كده 2، وكل جزء ببتدي اقسمه مكعبات. بلاش تقسميه مكعبات والصدر سليم لان بتبقى تخينة قوي، لان دي هتبقى تسوية سريعة. فعايزينها الى حد ما تبقى رقيقة شوية علشان تستوي بسرعة ما تاخدش معانا وقت. فزي ما قلت لكم بقطعها بالطول نصين، وبعدين كل نص ببتدي اقسمه 3 واقطعه مكعبات زي ما انتم شايفينه كده. انا حطيت هنا ملح، مش هكتر الملح لان في صوصات بعد كده يبقى فيها ملح. ودي هرسة الجنزبيل بالثوم اللي انا وريتها لكم في فيديو الناجتس. اخد منها معلقة. حطيت شوية فلفل اسود وشوية بابريكا بس، مفيش توابل تاني. وده نشا، معلقتين نشا او مثلا ربع كوباية نشا، لان الصدر ده اكتر من نص كيلو، حوالي 600 جرام. فحطيت ربع كوباية نشا وربع كوباية دقيق وكسرت بيضة عليهم. اقلبها بقى كويس قوي، وبعدين اغطيها واسيبها في التتبيلة دي، احطها في التلاجة فترة ما تقلش عن 2 ساعة، لان الفراخ بالطريقة دي لازم وانا بعملها لازم تكون باردة قوي قوي. حطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنا بحضر بقى جزر وفلفل، بقطعهم كده قطع صغيرة، يعني قطع متوسطة، لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة. باجي هنا بقى احط الزيت، زيت غزير طبعا، ولما اتأكد انه سخن والنار عالية بروح ابتدي بقى احط قطع الفراخ. اجيبها من التلاجة طبعا، هي قعدت هنا حوالي 2 ساعة. ببتدي انزل قطعة كده في الطاسة، لما ما احطش كتير قوي، ما احطوش فوق بعضه جنب بعضه. لما احس ان خلاص ما فيش فراغ انزل فيه الفراخ، اوقف وابتدي بقى اقلب. اتمنى بقى يا رب اللي بتشوفني الاول مرة تعمل اشتراك في القناة، وما تنسوش يا بنات الله يخليكم تدوسوا على الجرس اللي بعد على ايدكم الشمال كده بعد لايك. لازم الجرس ده تدوسي عليه، بيديكي كده 3 كلمات فوق بعض. لو بالعربي بيبقى اول كلمة من فوق الكل، او بالانجليزي تبقى اول. نضغط عليها علشان لما كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار ان في فيديو جديد، ويبقى بيشرفني وبيسعدني ان انتوا لما يجيلكوا اشعار تتفرجوا على الفيديو بتاعي. هنا ببتدي بقى بقلب انا بالشيش بتاعت العود بتاع الشيش طاووق. في الاول وهي لسه كده طريه ما بحبش اقلب بحاجه معدن علشان ما تنزلش الطبقه اللي عليها. انا هنا نزلتها او نشلتها من الزيت، بسويها تسويه كامله. باجي بقى في طاسه بحط معلقه صغيره برضو من هريسه الثوم والجنزبيل. طبعا الجنزبيل ده طازه، ضربته في المطحنه، نعمته هو والثوم. بقلبه تقليبه بسيطه بس كده، مش هنحمر ولا حاجه، احنا كله بس احس ان ريحته بدات تطلع. ابتدي بقى احط الاول البصل. انا قطعته بس الحقيقه الكاميرا ما صورتوش، مش مشكله.
تقطيعه زي ما انتوا شفتوا مكعبات وسط برضه، ما هياش صغيره قوي زي بتاعه الطبيخ بتاعنا ولا هي كبيره. ابتدي برضه اقلب على نار متوسطه، لا هي عاليه ولا هي واطيه. انا هنا مش بحمر، انا بس بقلب لما الحاجه ريحتها تطلع. يعني هنا حطيت البصل، لما الثوم والجنزبيل بديت اشم الريحه اروح حاطه البصل، اقلب كده اقل من دقيقه كمان، وبعدين احط الجزر لان الجزر بياخد تسويه اكتر من الفلفل. شوف هنا لونه زي ما هو البصل، انا لونه ما اتغيرش. احط بقى الجزر واقلب برضو على نار متوسطه، ولما احس كده انه بدأوا يدبلوا اروح حاطه الفلفل برضو تقلبتين 3 كده شويه، يعني كده حوالي دقيقه. وبعدين بقى ابتدي احط الصوصات اللي هي بتدي النكهه للنوع ده من الفراخ. طبعا هي مش لازم بالصدور، ممكن تتعمل بالاوراق، ممكن تتعمل بالدبابيس، فاللي موجوده عندكم اللي انتوا بتحبوه. هحط هنا بقى الصوص ده اللي هو صوص البافالو، لان هو ده الاساسي ليها. ممكن بعد كده ابقى اعمل لكم الصوص ده في البيت، بس انا الحقيقه طبعا شاريه في الاول كده. والصوصات دي كلها ممكن تتعمل. بعدين احط برضو شويه اويستر صوص. هما دول نوعين الصوصات. انا معلش حطيت معلقه صويا صوص، معلقه واحده بس برضو ما بانتش في الفيديو. فهو البافلو والاويستر والصويا، دول ال3 صوصات. بس البافلو والاويستر بيبقى كميه اكبر بدون مقدار. انت عينك كده بتشوف لما يبقى الخليط زي ما انتوا شايفين كده، يعني السوائل مش كتير قوي للدرجه دي، بس بغلوه واحده واروح طافيه. برجع تاني بقى بقدح بقى الزيت قوي، وارجع تاني بقى الفراخ في الطاسه. اقلب برده فيها، هنا بتبقى على نار عاليه، بقلب فيها عشان يكتمل تسويتها، يبقى لونها برده ذهبي حلو كده، وابتدي انشلها من الطاسه كده بتبقى استوت تسويه تمام. وانا بتتعمل المرحله دي ليه ما سويناهاش مره واحده في الاول؟ علشان تدي قرمشه زي ما بنعمل البطاطس كده. البطاطس المقليه بنقليها الاول وبعدين تبرد خالص ونرجع نقليها مره ثانيه. المره الاولانيه بتبقى لسه لونها يعني داخل على الذهبي فيها. افضل اقلب فيها، ما اسيبهاش ابدا، لازم افضل اقلب في الفراخ لغايه ما تاخد اللون اللي انا عاوزاه، اللي هو الذهبي الجميل ده. شايفين اللون الجميل ده؟ خلاص انشيلها بقى كده، تبقى ان شاء الله استوت. انشيلها بقى، وبعدين وعلشان ابتدي بقى خلاص هطلعها دلوقتي. اتمنى حبايبي ما تنسونيش، لسه بقول ما تنسونيش في اللايك، لانه هو انا عارفه انه ساعات الواحد بيتفرج على الفيديو ولما يخلص ما بياخدش باله ويروح ماشي. لا، ارجوكم افتكروا حطوا لي لايك. اروح حاطه بقى مرجعه تاني. طبعا انا نضفت الطاسه من الزيت اللي كان فيها. رجعت تاني الفراخ في نفس الطاسه على نار عاليه برضو، واروح حاطه الصوص. بس الصوص جاهز والفراخ مستويه، مجرد تقليب الفراخ تتشرب من الصوص. جربوا الطريقه دي، والله طعم ولا اروع ولا اروع، وسهله جدا. ديكوا شفتوا عمايلها ما فيهاش اي حاجه. في المطاعم لو تعرفوا الطبق لفرد واحد مع بولة رز صغيرة بكام هتصعقوا. فاعملوها في البيت لانها فعلا حلوة، طعمها خرافي. بقى انا بقى احطها بقى في طبق التقديم. شايفين شكلها جميل ازاي؟ تحفة شكل وطعم والله، وما فيش اسهل من كده. وبكون انا شايلة كم شريحة بصل وفلفل نيين، وبروح مزينه بيهم الطبق بس كده، مجرد تزيين. اتمنى يا رب يعجبكم الطبق، واتمنى تنفذوه وتقولوا لي رايكم فيه، واتمنى تدعوا لي بالصحه والستر. هم دول اللي انا عايزاهم من ربنا، وعايزاهم منكم ان انتوا تدعوا لي. ربنا كريم ان شاء الله. والف شكر لكل اللي شافت الفيديو. ان شاء الله نتقابل في طبق جديد باذن الله تعالى. اتمنى يعجبكم يا رب الطبق. استودعكم الله واشوفكم على خير باذن الله تعالى.